زوجتي قالت لي ابغى اكل شيء خفيف اليوم، قلت لها تتذكر المطعم الصغير اللي في ايطاليا اللي في زقاق ضيق جنب البحر اللي فيه حرمه عجوزه وعملت لنا باستا الليمون وعجبتك مره؟ اليوم حاعمل لك هي، واللي عملته الشيف اضافت زيت الزيتون والثوم وبعدين ولعت النار واضافت عليه الدجاج. الطريقه هذه نضمن انه الثوم ما ينحرق معنا. حنضيف عليها قشر الليمون وعصير ليمونتين. طبعا الدجاج عندنا هنا استوى نص استوى الان. هنحط البقدونس ونحط فوق الكريمه. ندي الصوص تقليبتين. عندنا فلفل اسود، شويه ملح. نخلي الصوص يطبخ لمده 5 دقائق عشان يتسبك الصوص ويستوي الدجاج. هننزل الباستا، هنشيل شويه من مويه الباستا. الباستا صارت جاهزه معانا، وندورها بالشكل ده. نحطها برضه نديها لفه. نحط فوق الدجاج شويه بارميزان من فوق، كتر بارميزان، شويه قشر ليمون وحبه فلفل مجروش للشكل واللون والطعم وكل شيء. كده باستتنا جاهزه. شوفوا المنظر يا جماعه، احلى باستا بالليمون، سهله وسريعه وما تاخذ وقت. يا جماعه شيء خيالي. اي شيء فيه كريم وليمون اطلبوه وانتم مرتاحين. شوف المنظر، لازم تجربوه.